يا مساء الخير، مساء الفل والهنا والرضا، مساء الرزق الكتير الواسع ان شاء الله، مساء الرزق الحلال، ومساء البال الرايق. يلا بينا مع بعض نشوف فيديو النهاردة. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحشتوني جدا جدا. النهاردة ان شاء الله هشكر بقية الاسماء اللي انا نسيت اشكرها المرة اللي فاتت، لان الشكر ده واجب. القناة من غيركم ما كانش لها حس ولا طعم. ربنا يبارك فيكم يا رب ويخليكم ليا دايما وتدعموني يا رب دايما. لسه في المصيف، والمصيف لسه ما خلصش، وعاملين نقاوح لاخر وقت في الاجازه. انا خلاص ان شاء الله باذن الله يعني مروحه النهارده. عايزه بقى اقول لكم، صحيت كده من النوم، قلت اغسل الاطباق اللي موجوده في الحوض من امبارح علشان يبقى ما ورايش حاجه. حابه اقول لكم ان الشقه دي يعني شقه عيله، مش شقتنا احنا لوحدنا. فالفرش اللي فيها ده انا جيت لقيتها كده، يعني احنا بنحسن فيها على قد ما نقدر. مش احنا اللي فرشين، مش احنا اللي مختارين. لكن ان شاء الله باذن الله الايام اللي جايه. انا قلت لكم احنا جبنا احواض جديده، جبنا طقم جديد في تويلت وحوض جداد. جبنا خلاطات جديده. جبنا حوض مطبخ جديد وتلاجة جديده. وان شاء الله باذن الله هنوضب فيها ان شاء الله في الايام اللي جايه. ولما بنوضب كلنا كمان بنوضب فيها وبنشترك مع بعض. فان شاء الله باذن الله تبقى احسن، يعني ربنا ييسر الحال. السنه دي ما كانش في وقت نغير فيها حاجات، بس انا ان شاء الله ناوي اغير فيها حاجات كتير. تبقوا معايا بقى وهاخد ارائكم فيها ان شاء الله باذن الله. خلصت غسلت المواعين، قلت بقى اغسل الخضار اللي انا كنت جايباه. كنت جايبه خيار وطماطم وفلفل الوان. بجيب بسيط علشان ما اسيبش حاجه طبعا. ما احبش انقل الخضار معايا، يعني انا لما بسافر بسيب حاجتي هنا في الفريزر وفي الديب فريزر وفي التربو. ما باخدش حاجه معايا من هنا ابدا، وبروح هناك بشتري حاجات على قدي بس بحيث ما ارجعش معايا حاجه. طلعت برضو بصله قشرتها. تعالوا نشوف هنعمل ايه النهارده. قلنا اكله كده بسرعه. ولادي يقولوا لي متاكده يا ماما في الاكله دي هتعمليها في المصيف؟ اقول لهم طبعا يا ماما، اسكت يا ابني انت وهو، هنعملها في المصيف يعني هنعملها في المصيف. المهم بقى ايه الاكله بتاعت النهارده. الاكله بتاعت النهارده اكله احنا عن نفسنا بناكل فيها اكل كتير وما بنشبعش. هي الرنجه انا بعشق الرنجه وبحبها جدا، واكله جميله واكله يعني تاكلي منها كده ما تشبعيش، طعمها وطعمتها ولذيذه وجميله جدا. المهم انا بقى كنت عايزه قولوا لي بقى، عايزه اخد رايكم. الشقه دي كلها الوانها على رمادي، الوان الشقه دي على رمادي. فانا بقى بفكر ان انا اعمل المطبخ رمادي، ادهنه رمادي. رمادي غامق او رمادي فاتح او رصاصي. يعني والحيطان هجيب لها الاحجار اللي زي الاحجار دي اللي بتتلزق على الحيطه. افكر برضو ان انا اجيبها رمادي فاتح قوي قوي، واعمل المطبخ يكون رمادي غامق او رصاصي. ابقوا قولوا لي ايه رايكم في الالوان دي مبدئيا. لو لقيت ان انتم موافقيني هعتمد الالوان ان شاء الله باذن الله. لان هي كل حاجه في الشقه مديه على رماديات يعني. فنشوف كده الله المستعان. المهم بقى انا كنت شاريه الرنجه ومن قبلها بيوم وحطها في التلاجة عادي، ما حطيتهاش في الفريزر. الرنجه طبعا لو هنحفظها وقت طويل لازم تتحط في الفريزر، انما في التلاجة ممكن تقعد يوم او يومين ماكسيمم، بعد كده بتتغير. هبدأ ان انا اخلي الرنجة. شايفين انا قصيت الراس وقصيت الزعانف، وبدأت بايدي كده اشيل الجلدة بتاعة الرنجة. اول واحدة اهي بصوا هتلاقوها اتشالت كلها، بصوا طلعت كلها مرة واحدة. واللحمة اللي تبقى موجودة بقى احطها ايه في الطبق. بصوا الناحية دي، بصوا اتشالت ازاي، تلاقيها كلها طلعت معاكي زي الورقة. واللحمة اللي ما تطلع في القشرة تحطه في الطبق. انا بقى ما اقولكوش، وعلى ما بنضف الرنجة بكون ايه اكلت 3/4. الطريقة دي حابة تشوي الرنجة براحتك وبعدين تعملي كده، حابة تعمليها من غير شوي براحتك. انا عن نفسي اعرف واحد في القاهرة وواحد في اسكندرية، اتنين مضمونين جدا بجيب منهم الرنجة وانا مغمضة. المهم ان انا خليت الرنجة. عايزة اقول لكم ان انا رحت
سألت على المطابخ، نزلت كده حد تحتينا عنده ألوميتال، يعني لقيت المطبخ علشان يتعمل زي ما انا عاوزة يتكلف حوالي 14 او 15 ألف جنيه. ده من غير كمان ما اقفل تحت الحوض ولا حاجة. فانا قلت خلاص المطبخ ده احنا ممكن نحسنه، مش شرط ان احنا نغيره ويتظبط طبعا. محتاج بس ان الواحد يروح وقت طويل، يعني احنا المرة دي قعدنا حوالي 6 ايام تقريبا او 8 ايام، والمرة اللي قبلها برضو قعدنا حوالي 5 او 6 ايام، فما بيبقاش برضو الوقت طويل. المهم قسمنا الرنجة على جزئين، جزء في الطبق وجزء حطيناه في التويستة. حطينا الرنجة وزودنا عليها شوية زيت زي ما انتوا شفتوا، حطيت نص طماطمايه بس، مش طماطمايه كاملة، وحطيت نص بصلة، وجبت برطمان طحينة. وهحط نص برطمان الطحينة الصغير ده. انا حطيت هنا تقريبا رنجاية ونص البطارخ كلها، هما كان العدد كله 5 رنجات، حطيت رنجاية او رنجتين مش فاكرة اوي، بتهيألي رنجاية والبطارخ. واضرب ده، اضرب بقى بالتويستة. عايزه اقولكوا بتحبيها ناعمه براحتك، بتحبيها خشنه بتبقى باينه فيها البطارخ بتبقى جميله، يعني افرمي للدرجه اللي تعجبك. انا فرمتها خشنه. المره دي كان طعمها تحفه، يعني مهما اقول لكم طعمها وهم قد ايه مش هتصدقوا. هي دي طريقتها، ولا ازيد ولا اقل، في ثواني بتكون خالصه وبتكون جاهزه. خلاص عملتها اهو. وطعمها بقى تاكلوها بقى بالعيش وتحطوا بقى كابوتشي. لفيت الدنيا وقلبت الدنيا على كابوتشي، ما لقيتش خالص. قالوا لي بقى ما فيش طبعا كابوتشي غير في كارفور، وانا كارفور كان بعيد عني وكسلت وقمت طلعت قلت هكتفي بالخيار. طبعا انا ولا في حد عندي ولا عامله عزومه، فما اهتمتش بالتزيين قوي، فزينت قوي. فزينت اي حاجه كده، والسلام العيال اصلا هيموتوا من الجوع ولا هيبصوا، مش هيلحقوا حتى يبصوا في شكل الاكل. بقيت الرنجة بقى اللي انا حطيتها في الطبق التاني، نزلت عليها بقى بالمقص زي ما انتوا شايفين كده، قطعتها قطع كبيرة مش قطع صغيرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزاكوا تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. نفسي اعرف ليه 8 لايك و7 لايك بس، ليه؟ يلا عايزين بقى نجيب 50 لايك ونجيب 100 لايك. خلي الفيديوز يعني اليوتيوب يعملها ساجست ويحصل ترويج والقناة تكبر ونقدر نحقق بيها ان شاء الله باذن الله اللي في نيتنا ان احنا نحققه. وانتوا ان شاء الله باذن الله لكم الاجر في كل حاجة القناة تعملها ان شاء الله. ما تنسوش التشجيع وما تنسوش التعليقات وتعملوا لايك من قبل ما تتفرجوا. المهم بقى قمت مقطعه فلفل اصفر وفلفل احمر وفلفل رومي وطماطم وخيار وربع بصلايه صغنطوطه كده، برضو قطعتها كله، قطعته جوليان وتقطيع سلطه كده، وقمت حطاها على الرنجة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه في الدراسة واخبار الدراسة معاكم ايه؟ قولولي جهزتوا الدنيا؟ انا هنزل بقى من هنا على القاهرة، هتبقوا معايا بقى، هشوف ايه الشنط اللي عاوزة تتخيط وهغسلها كلها، وبعدين يختاروا لو لقوا شنط نفعت يبقى الشنط تمام موجودة معانا ومكملة، لو ما لقيناش هنضطر بقى ايه نشتري. بس بيني وبينكم انا كسولة في الموضوع ده، بسيبه لاخر لحظة واقول ننبسط شوية والله المستعان. خلاص جيت اقلب بقى لقيت الطبق صغير وانا مش عارفه اقلب كويس، فقلت اجيب حاجه كده كبيره احط فيها واقلب براحتي، وبعدين ابقى انقل في الطبق اللي احنا هناكل فيه ده. من ضمن الحاجات برضو اللي انا عايزه اشتريها، عايزه اشتري طقم ميلامين يتحط في المطبقيه. ان شاء الله استنوا بقى الصيف اللي جاي باذن الله، لو ربنا احيانا وادانا العمر نعمل ثوره في المطبخ ده ان شاء الله باذن الله. خلاص بعد ما قلبت بقى حطيته في الطبق تاني. قلت بقى ازين الطبق في السريع كده بالخيار، داير ما يدور كده، ويبقى خلاص كده الاكل بقى عندي جاهز. بصوا بقى الرنجة وجمالها، احنا كده حطينا عليها ايه؟ ما حطيناش خيار، ما قطعناش خيار لان الخيار بيبين زفرة الرنجة. قطعنا طماطم، قطعنا فلفل كل الالوان اصفر واحمر واخضر، وقطعنا كمان بصل، بس كده هو ده اللي انا قطعته في الرنجة، ولا اكتر ولا اقل. وبقى شكلها بقى ظريف زي ما انتوا شايفينها كده. خلاص يعني بصوا انا دلوقتي بقى نفسي فيها تاني، وهو انا بمنتج لكم الفيديو ده نفسي فيها تاني. حطيت بقى طبعا الزيت اساسي داير ما يدور كده عشان تبقى لمعة وتبقى جميلة وطعم الزيت يبقى فيها حلو.
واكلنا بقى. مش قادرة اقول لكم، ربنا يا رب يكرمكم ويرزقكم ويوسع عليكم ان شاء الله بالخير وبالحلال دايما. خلاص كده خلصنا بقى وكلنا الرنجة ونزلنا عليها حتتك بتتك. نزلنا عليها ايه؟ حتتك بتتك. وبعد كده بقى خلاص فطرنا، وانا لميت الفطار. جيت بقى قلت ان انا عايزه، كان عندي قدام باب الشقه نمل كبير كده، مش عارفه كنت قلت لكم عليه ولا لا، اللي هو النمل الفارسي ده. المهم انا جبت مبيد ورشيت المبيد، بيقضي على النمل اللي جوه البيت، انما هو بيدخل من باب الشقه. قمت انا نزلت عند بتاع المنظفات، كان في زمان باودر كده، اكياس باودر كان اسمها باور. قلبت عليها الدنيا ما لقيتهاش، الظاهر بقى انا لما سالت كان من سنين طويله. قمت نازله عند بتاع المنظفات اللي تحت البيت، لقيت نفس البواكي دي، بس دي كانت الباور دي لونها ابيض، باودر كده لونه ابيض. ده باودر برضو اللي انا جبته، بس لونه بني. المهم بقى كان في مجزرة نمل من الرش اللي رشيناه امبارح. قمت بقى خارجة وشايلة المشاية دي اللي احنا حاطينها قدام باب الشقة بره، ونفضتها عشان لو فيها اي حاجة وحشة تنزل في الارض. وقمت كنسة بقى بره الكنسة المتينة. جبت بقى المقشة وكنست بقى، قلت عشان لما ارش الباودر ده، انا رشيت الباودر ده، هما جبت باكوين، باكو حطيته في الريسبشن في الصالة الصغيرة دي، وباكو قلت هحطه بره. لو انا بقى كنت نزلت من غير ما احطه، نزلت على البحر من غير ما احطه، برجع الاقي النمل بالليل مالي المكان، فانا كان لازم ما انزلش غير لما ارشه. فحتى الولاد كانوا قاعدين يقولوا لي يلا يا ماما والنهار قرب يروح، قلت لهم لا، حتى لو النهار راح انا مش هينفع انزل غير لما اكنس وارش. فقمت لما بقى وكنست وفرشت المشاية، وجيت بعديها قمت رشه الباودر اللي انا بقول لكم عليه ده مش عارفه، كان باسم جاي بيقول لي حاجه مش فاكره حاليا ايه هي، يعني بيسالني على مكان حاجه. بس قمت فرشت بقى المشاية تاني، ورجعت كل حاجه مكانها تاني. السلم كان مخليني مش عارفه اعدل واظبط، قمت ركناه على جنب على معدلها. وجه الوقت بقى اللي اشكر فيه حبايب قلبي اللي بيدعموني وبيشجعوني دايما باللايك وبالكومنت، اللي انا نسيت اقول اساميهم من امبارح الفيديو اللي فات سهوا عني. اميره عبد الله، طبعا انت حبيبتي يا اميره، ودايما كومنتاتك وتعليقاتك بتشجعني. زينب محمد، انت بجد دايما مش هنسى لما انا كنت زهقانه قوي من القناه وان هي ما بتتطورش بسرعه، وانت قلتي لي اصبري واحتسبي. وهو ده بس اللي خلاني لحد النهارده بنشر فيديوز، ان انا نيتي ان انا اعمل خير واعمل حاجه لله، فلازم اتعب قوي علشانها عشان اخد الاجر كامل ان شاء الله. عايزه بقى دلوقتي حالا يجمع لي هنا حالا عايزه علي وعايزه هنا وعايزه نور. تعالوا لي هنا قدام الشاشه حالا. انتوا بتقولوا لماما احنا يا ماما مش عارفين يا ترى هي قصدها عليكي انت عفاف ولا لا. ايوه انا بكلم عفاف حبيبتي، مامتكم عفاف بدري. انت يا عفاف دايما هتفضلي موجوده هنا في القناه، اجمل حد في القناه. ليه؟ لان انتي اول تعليق جالي من اول ما فتحت القناه كان تعليق ايجابي ومن شخص انا معرفوش، وبقيت اقول يا انا في حد بقى بيشوفني، في حد مهتم بكلامي، في حد مهتم بالفيديوز بتاعتي. بحبكم جدا. عايزة كمان اقول في حزني حكاية، ان شاء الله ما يبقاش في حزنك حكاية بقى، يبقى في سعدك وفرحك وهناكي حكاية. متشكرة ليكم كلكم، دمتم نعمة يا رب في حياتي وعيلتي التانية. انا بحبكم فعلا في الله، مش كلام وخلاص واللي زي اي يوتيوبر بتقول علشان السبسكرايبرز يبقوا مبسوطين وكده. ربنا بجد يخليكم ليا فعلا. بحبكم في الله. وطبعا خلصت اللي ورايا وجري ما استنيتش العربيه، مشيت الطريق انا وريته لكم، وطيران على البحر قبل النهار ما يخلص، ولحقت اقعد شويه الحمد لله. دمتم في صحه وعافيه وخير وهنا وفرح وسعاده، واشوفكم في فيديو قريب. ما تنسوش اللايك دلوقتي حالا اهو، ولو اول مره تشوفي القناه اشتراك، والسلام عليكم.